تعرضوا للإذلال والمهانة في قسم الشروق ثم في سجن أبو زعبل. ما زال هناك الكثير للحديث عنه. عبد الله، مرحبا بك مرة أخرى. كنا تحدثنا عن سجن أبو زعبل، وبمناسبة اقتراب ذكرى مجزرة أبو زعبل عربة الترحيلات، هل أنت كنت هناك في ذلك الوقت؟ هل شاهدت أي شيء؟ سمعت أي شيء؟ نعم، في ذلك اليوم يوم 18/8 كما قلت في الحلقة الأولى كنا أول من وصل من سجن قسم الشروق. وحين وصلنا وبدأنا في الدخول كانت الساعة تقريبا 9 صباحا. كان هناك هذا التعمد لإبقاء الناس في حر أو في هذه الشمس الحارقة فترات طويلة. البعض ممن قابلتهم فيما بعد في سجن لمن 2 أبو زعبل أخبروني أنهم مكثوا 5 و7 ساعات. فهذا الأمر في حد ذاته كان قمة اللا إنسانية في معاملة الناس، حتى يعني أيا كان جرمهم هذا الأمر بالضرورة لا يجب أن يكون. ما حدث هو أنه حين دخلنا إلى العنبر وبدأوا في فك يعني الأسرة التي كانت موجودة باستخدام اللحام الكهربائي، في وقت ما يعني كان هناك هرولة وحالة يعني ضجيج وضوضاء في الخارج، ودخل أحد العساكر: هاتوا اللحام اللي هنا بسرعة. فحينها يعني كما عرفت فيما بعد يعني مما حدث من تفاصيل، جاءوا به لكي يفتح الباب بعد أن تراكمت الجثث أمام بوابة عربة الترحيلات. اللي حدث أنه في أثناء الفترات التي كنا فيها منتظرين وكانت هذه السيارة موجودة، أخبرني البعض ممن دخلوا العنبر معي فيما بعد عنبر في سجن أبو زعبل العسكري أنه كان هناك نداء واستغاثة منهم أنه يلحقونا، في ناس معانا محتاجة تخش حمام أو تشرب، لأنه سواء بسبب السن أو بسبب أنه عندها مرض سكر أو غيره. وقتها جاء أحد الأشخاص وقال لهم يعني الحقونا يا باشا، في فلان بيموت. قالوا لهم إحنا عايزينكم تموت، بهذا اللفظ الصريح: إحنا عايزينكم تموتوا. فوقتها بدأ يعني طبعا المساجين الموجودين في السيارة بالهتاف وحسبنا الله ونعم الوكيل وهكذا من أشياء. وقتها بدأ هؤلاء الضباط يعني بالغضب، وقام بعضهم يعني في محاولة أخرى يعني إذلال الناس برش المياه من تحت عتبة بوابة عربة الترحيلات. والبوابة سريعا عربة الترحيلات لما يعرفها سريعا هي أشبه بسجن متحرك لا تصلح حتى للاستخدام الآدمي، لأنه لا يوجد فيها فتحات تهوية إطلاقا. فتصور وجود ما يقرب من 45 شخص في فترة 7 ساعات داخل السيارة في حر أغسطس الذي يعرف بشدته في مصر. ثم حين بدأ يعني هؤلاء الأشخاص بمحاولة أخذ المياه، قام هذا الضابط باستخدام صاعق كهربائي على جنبات العربة، أدت إلى يعني تساقط الأشخاص يعني أو يعني لأنه كانوا متكومين بالقرب من الباب في محاولة للحصول على يعني على بعض الماء. وحين تساقطوا يعني وبدأ بعض الأشخاص في الصراخ، بعض الأشخاص الذين كانوا في نهاية العربة ولم يقتلوا، بأنه حدث هكذا وخلافه. وحين أحس الضباط بأن الأمر جلل يعني حاولوا أن يعني يفتحوا الباب باستخدام يعني الشنيور الكهربائي. الأمر الآخر المهم في هذا الأمر هو مسألة إخفاء الشهود. يعني حين تمت الواقعة وقتل هؤلاء الأشخاص بهذا الشكل البشع، ورأيت بعيني بعض الأشخاص الآخرين ممن كانوا في العربة وخرجوا كانوا في حالة يرثى لها للغاية، وكانت على البعض يعني يخرج من فمه سوائل، ويعني هناك حالة سيئة تبدو على وجوههم. أن هؤلاء الأشخاص تم وضعهم في سجن آخر وهو لمان 1 أبو زعبل، وهذا السجن ربما سيأتي وقته في حينها. لكن من بقى على قيد الحياة. نعم. عبد الله، طيب أنت بعد سجن أبو زعبل انتقلت إلى سجن، كم مكثت في أبو زعبل؟ مكثت في سجن أبو زعبل من 20/8 إلى 16/12، أي ما يقرب من 4 أشهر. طيب، وحالة الإذلال هذه استمرت، ثم انتقلت إلى طرة. نعم، في طرة كان السبب الرئيسي يعني لنقلنا من أبو زعبل لطرة كان السبب العلني كما بدأ حينها، أنه لكي تكونوا بالقرب من معهد أمناء الشرطة حيث يتم تجديد لنا يعني احتياطيا كل 45 يوم. لكن ما أخبرنا به مأمور سجن طرة استقبال، حيث وصلت جزء من المجموعة، لأنه تم نقل الناس المجموعة إلى 3 سجون، حيث كنا سجن طرة استقبال. أخبرنا المأمور أنه حالة التسيب اللي كانت عندكم في أبو زعبل تنسوها،
يعني كل ده وكان كل ده تسيب، وتسيب واعتبروا أن في المعاملة نعم. في أبو زعبل كانت معاملة متساهلة. نعم. طيب، وفي طرة معاملة استمر فندقية كما يقال. طيب، في طرة استمر نفس طريقة التعامل، استمرت أو أشد، كانت أشد؟ الفترة كانت أشد في التقليل من ساعات التريض، في منع الزيارات لفترة من الزمن يعني. وحتى كان الأهالي حينما يأتون للسؤال عن أبنائهم كان يتم إنكار وجودهم من أصله. كان هناك طبعا إهمال تام للرعاية الصحية. هذا الأمر يعني استمر لفترة قاربت الشهر، حتى يعني أذكر موقف أنه في اليوم التالي لوصولنا وحين وجدنا هذا التعنت من الإدارة بدأنا في الطرق جميعا كمساجين في 20 زنزانة اللي كانت موجودة في عنبر دال في سجن استقبال ترى. فوجدنا من خلال الشباك رأينا دخول قوات أمن مركزي تلبس الأقنعة وفي يدها قنابل غاز. وبدأ الضابط المسؤول عنهم بالصراخ: أنتوا هتعملوا رجالة، ما غيركم قاعد ساكت كويس، وهكذا من أشياء يعني إنه يا إما تمشوا بطريقتنا يا إما هنموتكم. كان يعني هذا التهديد وقد الصريح. عرفتم أن هناك من مات وقتل بالفعل، يعني قد لا يكون الأمر مزاحا. طيب، ثم من طرى إلى سجن العقرب. نعم. سجن العقرب كان في الأساس يعني ظاهريا حاولوا إبداء الأمر بأنه تم العثور على هاتف معي في الغرفة، وهو أمر غير صحيح بالمرة بالنظر إلى أنه حتى لم يعني وجد في الغرفة ولم يوجد حتى المتعلقات الشخصية. لكن حين وأنتم أكثر من 10 أشخاص. احنا كنا 12 شخصا في الزنزانة. طبعا التعنت كان سبب ولم يجدوه معك في جيبك؟ لم يجدوه في جيبي، لم يجدوه في ملابسي، لم يجدوه تحت رأسي، لم يجدوه حتى بجواري يعني. إنما وجد في المطبخ أو المنطقة التي تسمى المطبخ، يعني منطقة صغيرة توضع فيها الأواني وخلافه. فبالتالي يعني يمكن أن يكون لأي أحد. نعم. فكانت هذه الذريعة لأخذك إلى العقرب. إلى العقرب. لكن السبب الحقيقي وهو الذي أخبر به مأمور السجن فيما بعد، أخبرني به بشكل مباشر، هو مسألة الإضراب. لأنه حين وصلت أنت هنا كنت بدأت الإضراب. نعم، أنا بدأت الإضراب. دعنا نتحدث لماذا بدأت الإضراب، يعني حتى هذه اللحظة بعد كل هذا الوقت كم كان مضى من الوقت؟ حين بدأت الإضراب نعم. كان قد مضى 5 أشهر من 5 أشهر. نعم. وأنت لم تلتقي بمحام ولو لمرة واحدة، ولم حتى يتم التحقيق معي، يعني لم يتم توجيه اتهام صريح لي. يعني كنت ربما بعض الأوقات أفكر في ذهني هل أنا أخطأت ربما في الماضي، هل هناك في شيء تقرير ما في عمل ما. نعم، يعني وأنا حتى في سجن أبو زعبل قلت لهم أنا لو قلت كلمة ضد حد أدت إلى مقتله أو أدت إلى ربما تؤدي إلى يعني إنه فساد الوضع في مصر، أنا أتحمل المسؤولية عنها. لكن طبعا لم يكن هناك لا تحقيق. نعم. ولا اتهام ولا محامي. وكنا يعني ننقل عفوا في اللفظ كالماشية من السجن إلى المعهد، معهد أمناء الشرطة، وهذه أصلا مخالفة قانونية، لأنه يجب أن يكون مكان المحاكمة حيادي وليس في ضمن نطاق جهة مشتركة في الأمر وهي وزارة الداخلية، الجهة التي تعتقله. قد يقول أحدهم كيف تنقل إلى المحاكمة ولا توجد تهمة؟ محاكمة بماذا تحاكم؟ يعني السجن في مصر حين تنتهي من أول 45 يوم من اعتقالك أو من حبسك احتياطيا تنتقل إلى ما يسمى دائرة جنايات أو دائرة جنح. هذه الدائرة تتكون من 3 قضاة، قاضي ويمين ويسار. كان يتم هذا الأمر كل 45 يوم، وبالتالي يعني أنا شعرت أنه الموضوع ده مش جايب همه. لا أقابل محامي، لا يسمح لي حتى بالحديث إلى القاضي حين نصل، لا يسألنا القاضي عن شيء، إنما يستمع سواء كان يبدو جديا أم شكليا إلى مرافعات المحامين. البعض يعني في حالات معينة القاضي كنا نصل إلى المحكمة وكان لا يتواجد، كان هناك استهزاء بالناس، إنه كانت تصل وتظل بالساعات ثم ولا يوجد قاضي. نعم، القاضي مشي، القاضي مش عايز يشوف الناس، هكذا الأمر. ويتم التأجيل. يتم التجديد تلقائيا. التأجيل تلقائيا. نعم، التجديد تلقائيا حتى والقاضي غير موجود يتم التأجيل. نعم، كان يتم. وأنت يعني هناك محام يترافع عنك ولكن لا يسمح لك بالحديث إليه. نعم، يعني كان هناك يعني الكثيرون ممن يعرفون كيف هو معهد أمناء الشرطة ورأوه في لقطات تلفزيونية. كان يتم وضع حاجز من عساكر الأمن المركزي والضباط بيننا وبين المحامين. كنا نهتف
ويعني وبنعلي صوتنا عشان يسمعونا يعني مسرحية هزلية حقيقية بكل يعني المقاييس. هذا يعني الوصف شيء يثير الضحك، ربما لا أدري شيء كوميدي أشبه بشاهد ما شافش حاجة، مسرحية من هذا دائما النوع. حتى لا يبدو الأمر كأنها محاكمة حقيقية بالشكل الذي تسرده. مضبوط. وحتى عندما كنا نحتج لدى إدارة السجن إحنا ليه محبوسين، إحنا كذا، كانوا دائما يرمون الأمر على النيابة والقضاء. أنتم بلفظ السجن أمانات، أنتم مجرد وضعينكم هنا لكي يتم التحقيق معكم أو التجديد لكم، لكن لا علاقة لنا، وأن القضاء والنيابة هم هنا أنت بدأت الإضراب. نعم، أنا أدركت بعدها. يعني أنا كان آخر جلسة تجديد لنا كانت عفوا استئناف كانت في منتصف يناير أو في الأسبوع الأول من يناير، ووقتها حدث نفس الشيء، إنه إدارة السجن حتى رفضت نقلنا إلى المكان بذريعة أنه ليس هناك تأمين. يعني ما الذي يعني لأن هناك تفاصيل كثيرة كما قلت والوقت قد لا يتسع لكل التفاصيل، ما الذي جعلك يعني تأخذ الإضراب وتصر عليه مع العلم أن قد يكون في هذا خطر على حياتك؟ حين أدركت أو حين استوعبت أنه الموضوع هو كما وصفته بمسرحية هزلية تماما، لم أجد طريقا آخر إلا أن يسمع صوتي عن طريق هذا الإضراب. ولكن كان هناك من يقلق عليك، وكان هناك من يرسلون إلينا حتى رسائل ويقولون لنا ويقولون لي حتى يعني قولوا لعبد الله أن يتوقف عن هذا الإضراب لأنه ينتحر، وهؤلاء لن يأبهوا بما يفعله. ألم تشعر أن هناك علامات استفهام ربما من الناحية الدينية، من نواحي أخرى، أن هذا قد يؤدي إلى موتك في نهاية المطاف دون أن تحقق ما تصبو إليه؟ المسألة الدينية هذه بالمناسبة كانت أحد عوامل ضغطهم علي لفك الإضراب حين بدأت إنه حرام. نعم، كان حتى حين أقوم بتسجيل محضر الإضراب الذي لم يسمحوا بتسجيله إلا بعد شهرين أصلا من بداية الإضراب، أي في منتصف مارس، كان النيابة تقول لهم الوعظ والإرشاد له من قبل، يعني الإجراء الذي يتم هو فقط الوعظ والنصح له من قبل شيخ أو فعلا كان يأتي شيخ يقول لا ما كانش بيجي حد. لكن حتى إدارة السجن كانت دائما تلعب على هذا الوتر. يعني حتى وصل الأمر إلى أنه حين يعني كما علمت نشرت الصور التي كانت توضح حالتي، جاءني مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون شخصيا وحاول التحدث معي وحاول أن يستخدم نفس الأسلوب، حتى أنه وصل الأمر بي أنه يعني بيخبرني أنت مضرب ليه، الإضراب ده شيء مش معروف، وأخبرته أن الإضراب وسيلة يستخدمها كل المظلومين حول العالم. لم تكن تقتنع أنه يجب أن لا تفعل هذا، أن هذا قد يكون انتحارا، أن هذا دينيا لا إطلاقا يعني لا يجوز؟ ربما أكون مبالغا، لكن أنا كان عندي يقين الحمد لله أنه سيأتي الأمر بنتيجة، لكن منذ اللحظة الأولى كنت أعرف أنه سيطول الأمر، لأنه بالتجارب التي كنت أراها وأقرأ عنها عندما كنت خارج السجن، سواء الأسرى الفلسطينيين أو الأسرى. ساعدك هذا الأمر أنك كنت تقرأ. وبالمناسبة حين معارك الأمعاء الخاوية، وحين أخبرت بالمناسبة مسألة ذكر هذه الأمثلة، حين قلت لمدير مصلحة السجون أنه نيلسون مانديلا أيضا أضرب أو أنه غاندي أضرب، يقول لي دول مش مسلمين، إحنا مسلمين، ده حرام عندنا. هكذا كان يعني ينظر إلى الأمر. وحتى حين زهق يعني وماذا كان ردك عليه وردك على نفسك لهذا السؤال؟ لا يعني أنا مسألة يعني الإضراب شرعيته من عدمها، أنا لم أخذ الأمر حتى يعني كما قد يظن البعض بشكل اعتباطي. أنا كنت قد قرأت في الأمر وبعثت إلى عدة أشخاص رجال دين أثق في رأيهم، وقيل لي أن الأمر طالما يعني أنا لا يعني أنا أحاول، قد يبدو الأمر انتحارا في شكله، لكن أنا أحاول أن أنال حريتي، وقد نلتها بالفعل. الحمد لله على السلامة. وساعدك أنك كنت تقرأ عن تجارب الآخرين، تجارب مانديلا كما ذكرت وتجارب الأسرى الآخرين. عبد الله، كانت هناك كم مكثت أولا، أو لكم طال الإضراب؟ كم كانت فترة الإضراب؟ كان ل 149 يوم. 149 يوم، 5 شهور تقريبا. طب يعني كنا هنا في المشهد المصري نسأل دائما، يقال لنا أن هذا الإضراب مستحيل أن يستمر دون أن يموت المرء كل هذا الوقت. ماذا كنت؟ هل كنت يعني تأكل تمرات على سبيل المثال، ماء فقط؟ ماذا كانت طبيعة الإضراب؟ في البداية يعني بداية أول أسبوع كنت فعلا أتناول التمر إلى جانب الماء والعصير، لأنه حين كنت أجهز نفسي للأمر كنت أعلم أنها ستكون معركة طويلة، ولم أكن أريد أن
تخور القوى او يعني تهون العزيمه في بدايه اول الامر اسبوع بشكل سريع. بس اول اسبوع، لكن بعدها انتقلت لشرب الماء واللبن لاسبوع اخر فقط، ثم منذ بدايه يعني او منذ تقريبا منتصف فبراير استمر الامر معي شرب ماء فقط. من ثاني اسبوع او ثالث اسبوع ماء فقط. يعني انا اعلم ايضا ان التساؤلات هنا انه طيب كيف تعيش او خلافه، يعني علميا على حد علمي ربما اكون مخطئا، لكن انا اعتقد انه نموذج حي. مساله المياه تكفي الانسان للحياه فتره طويله، وانا كما يعني تعلم وكما يعلم الكثيرون كنت يعني ممتلئا، كنت بدينا معلش. يعني بس انت حلويت عبد الله يعني. الله يخليك. ولكن يعني هذا ساعدني. نعم ساعدني، لكن وصلت الى مرحله حين كنت في سجن العقرب وهي في اخر 9 أيام قبل الإفراج عني، أنه فعليا لم يعد هناك المزيد من الدهون ليأكلها الجسم، وهذا أدى إلى أنه كنت بشكل مستمر كان يقع يعني كنت يعني أفقد الوعي وهكذا. نعم، لدينا أقل من 10 دقائق يا عبد الله، الحديث شيق بالفعل. طيب، ثم كانت هناك أولا نريد الاطمئنان على صحتك باختصار. تعاني من مشاكل صحية بسبب ما حدث؟ هو خلال فترة السجن بالتحديد في الشهر قبل الأخير في شهر 5 كنت قمت ببعض الفحوصات بشكل مستقل، يعني أرسلت عينة دم من